ونستمع الآن للممثلة اليمنية سراب. يا سراب وصلني كلام ما أدري أبغى أتأكد هو حقيقة ولا لا. ايش؟ إنه سأله قلتي خالد ما له علاقة بالتمثيل قلت له الكلام ده؟ ما أدري يا سراب وصلني قلت مين سراب. اللي قال لك منهم؟ أنا أسأل الآن أنت قلتي الكلام ده ولا لا؟ بس قسما بالله العظيم بالعشر اللي بيني وبينك متى صار كلموني عشان افتح السيرة دي؟ لا يعني المفروض انه لو انا ما اعرف امثل وذا تقولي لي بيني وبينك، يعني ما تقولين في النقابه. مالك يا خالد مالك كلامك كده كأني نتكلم كلام زي كده مالك. يعني حتى بالنقابه ما قلتي الكلام ده يا سراب؟ مالك يا خالد قلت لهم قال مسكت عسير الرجال هذا السعودي، قلت لهم تقول الله هذا ممثل كبير مثل في السعوديه. أيوه. ومثلنا في شارع البليه مع بعض. ايوه هو ده. اي وقلتي له ما يعرف يمثل. قلت لهم هو كمان اللي دخلني برضه بالمسلسل ده السعودي. ايوه بس انت قلتي له ما يعرفش يمثل هو. فين قلت له الكلام يا خالد اللي بقلبك؟ ما ادري ما. باخذ الكلام ليش؟ انا ابغى كيف يعني؟ طيب شلون؟ شوف اللي قال لك قل له واجهنا بسرعه. ايوه بس نسوي مشاكل كذا وانا ما لا ابغى. لا لو هو صادق بيقول لك واجهنا بسرعه. انا ما ابغى اسوي مشكله يا سراب. في حد بالنقابه غير قال لك؟ اي في النقابه قالوا لي، بس اللي قال لي قال لا تقول اسمي يعني عشان ما. لا خالد قسما بالله بالعشر الملح اللي بيني وبينك اني ما اتكلم بس عشان اخذ حذري. من اللي قال لك؟ لا انت تاخذين حذر تقولين ما يعرف يمثل وكذا وتبغين تاخذين حذر. مصر يا خالد مصر الكلام ده مصر. لا انت تذكري ما قلتي. مالك يا خالد باقي يقول عليك بالذات انت. طيب يا سراب عشان انا اصدق، انا مصدق ما اقول يعني تكذبين او كذا. يعطيك العافيه يا سراب وهذا كان مقلب. صدق والله صدق. يعطيك العافيه يا سراب وشكرا. نسمع مع بعض وش صار مع سميرة عابد ممثلة من مملكة البحرين. الله يسلمك ابوي، بس على المشهد كم اخذ؟ اي هذا 10 دينار. اي لا وش في سميرة؟ وحد الله اكبر بعد يقول لا والله يفتح الله. يا شيخ يعني كم لا اسمعني يعني كم اخذ في المشهد؟ يعني 300 يا 400؟ لا اقل. في المشهد؟ في المشهد يطلع له حوالي 10 دينار. كم؟ 10 دينار؟ اي يعني 100. اي حوالي 100. هو قال لي من 5 إلى 10 دينار. لا اقول له طيباي. اقول له يفتح الله يعني. اي قول له يفتح الله. ركو يعني مو كمبار. ما هو على كومبارس، هو الدور يقول حلو بس هو يتكلم لا حتى لو دور حلو ان شاء الله اخذت الدور انا. اي يعني ايش فايده؟ يعني اروح اتعب واجهد روحي احد بيتي اي هناك اسهر واقرا وأدي واجبي على هالمبلغ البسيط. طيب وش في اسم معصبة؟ انت استاذ انت عارف بعد. طيب ليش معصبة؟ لا انا مو معصبة، لا والله مو معصبة. طيب تبغيني يعني احاول يرفع شوي؟ ايه خليه يرفع. يعني اقول له 15 دينار. كم؟ 15. وين قاعدين احنا؟ وين قاعدين احنا؟ انا اكلمك تضحكين علي يا سميرة. لا والله العظيم انت تضحك. انا 15 دينار كم يعني 1500؟ لا 150 ريال سعودي. 150 ريال؟ اي سعودي. طيب الله يعطيك العافية. هذا كان مقلب، هذا كان مقلب ترى يا سميرة عابد من خالد الرفاعي. يلا لبليز والله مقلب. لا تقول انه بخليك في كاميرا خفية. والله لا تقول انت فيك سوالف. يعطيك العافية. نسمع مع بعض الممثل عبد العزيز الجاسم من قطر. الاخ عبد العزيز كيف حالك؟ الله يسلمك. انا خالد الرفاعي اكلمك من السعودية. اهلا خالد، كيفك؟ شلونك ابوي؟ الله يسلمك حبيبي. وش اخبارك؟ كيف صحتك؟ الله يسلمك يا خالد. الحمد لله. اخوي عبد العزيز انا يعني سمعت انه عندك عمل هاليومين. نعم. اي فما ادري كيف نقدر نشارك معكم كيف. والله يا خالد انت عاد يبي لك دور، يعني كتب لك دور كذي زين. اي دور يا عبد العزيز وياك، بس اهم شيء نشارك وياك. والله يا اخي انا اتشرف لك حبيبي. بشوف لك ان شاء الله بكلمك اذا في شيء ان شاء الله. يعني احتري ولا كيف؟ والله يا خالد بشوف، انا توني قاعد في التفريغ يعني قاعد اقرا. وتدفعون انتم فلوس كويس ولا ما تدفعون؟ او ادفع لكم انا؟ لا عزيز غالي، لا تاخذ حدك وتجرب. لا يعني اذا تبغى اخوي عبد العزيز ادفع لك ترى ما عندي مانع. تدفعني انت؟ اي ادفع لك فلوس. ليش تدفعني؟ عشان افصل بس. لا يا خالد هذا كلام مو صحيح. لا كيف يعني؟
ما تتمثل وتاخذ اجر، تجينا محشوم ومكرم ومقانك لهلا عشان كلام يا خالد، عيب يا اخي احنا اخوان يا اخي عشان كلام. والله ما ادري اخوي ابو سعود، يمكن يا ابو سعود عندي اني انا اخذ فلوس. لا ما حد قال لي، بس انا اقول يمكن. طيب لا اقدر اكلم مثلا المخرج اقول له اعطيك فلوس وتصير انت بعيد عن الموضوع؟ شلون تعطي المخرج فلوس؟ لا يا اخي في دور يناسبك احنا نعطيك فلوس يعني. ما ادري يا ابو سعود، لكن يا ابو سعود اقول الله يعطيك العافيه، انا سويت فيك مقلب. والله العظيم ويعطيك العافيه، وانا سعيد اول شيء بسماع صوتك. يعني يا خالد المفروض انا قلت لك. يعطيك العافيه حبيبي يا ابو سعود، نلتقي ان شاء الله على خير. الله يستر عليك. نسمع مع بعض الإعلامي والممثل علي الزهراني. هلا مرحبا. أهلين يا سيدي. ما جاك راعي جوال؟ يا أبوي هذا راعي جوال امتحنا وأنت كمان تقول بتيجي ولا جيت، إيش؟ كلمك هو؟ يا أبوي هو لو عنده جوال كان كلمني، أنا ما شكله مو حافظ رقم جواله هو. ممكن أبيعه ب500 ريال والشريحة أبيعها ب200 ريال. وأنا مستعد أرسل لك ال500 بس يتسلم صاحبه. يا سيدي أقعد أدور عليه، إيش شغال أنا ليموزين؟ والله شوف أنا مستعد أرسل لك ال500 اللي حتبيعها فيه. كيف حترسلها لي؟ دي اتش ولا أعطيك رقم حسابي عشان تخش؟ رقم حسابك يا حبيبي. يا حبيبي ما أنا ما أدري. أخشك أنت حرامي عشان أدري عنكم. أنا أرسل لك واحد ومعه 500 ريال يجيبها لك وسلم الجوال. إيه بس أنا ما أعرف يحط أقابله في مكانه يحط 500 على الطاولة ويمشي. ما أبغى أشوفه يا عمي ما أعرف. والله عاد اللي تشوف أنا ما أقدر أسيطر عليك صراحة. يا عم إيش تسيطر علي الله يسامحك، لا تغلط علي، إيش شايفني أنا هارب؟ أنا أقول أنا ما أقدر أسيطر عليك. الله يسلمك والله، ولا حتى أنا أقدر أسيطر عليك، ترى أنا عندي ضمير يعني. أعطيني فرصة بس بكرة لأنه الوقت متأخر الآن. أنا أرسل لك المبلغ وتسلم الشخص الجوال له 750 يا حبيبي، مو ترسل لي 500. أرسل لك 1000 ريال وش تبغى؟ 1000 ريال إيش أشحت أنا؟ طيب يلا نرسل لك 750. أرسل لك كيف أرجع الباقي؟ إيش اللي أرجع الباقي يا عمي، شايفني في قالها أنا؟ أنا أرسل لك المبلغ بكرة مع شخص يسلمك إياه وتسلم الجوال. أيوة علي مين عشان أعرف بس. أنا علي الزهراني. طيب يا سيدي أنت حترسل لي كم 750 ولا كم؟ 1000 ريال. عموما أستاذ علي حياك الله، أنت كنت معنا ضيف جميل ومميز، وجوال خالد الرفاعي موجود معاي، وأنا أحيي فيك روح الصداقة أنك أنت حتدفع فلوس عشان تجيب جوال صاحبك. نسمع الممثل حمد المزيني وش يقول. اقول يا حمد يا اخوي ابغى اسالك سؤال. فيه مسرح العيد. ايوه للمشاركه في المسرح. اي نعم وانا عيد دروس شويه. لا يعني هل انت مثلا ماخذ المسرح من ناحيه فلوس؟ ايه اكيد. ليش؟ عفوا لان تفضل. لانه مو مساله فلوس. اي لكن عمليه اخذ وعطاء، وفي مسرحيات كثيره مثل ما انت عارف في العيد. ماشي يا ابو وليد، بس هو عرض عليك 8000 ريال وانا قلت 8000 شويه والله قليله. اي بس اخوي حمد المزيني ما تحس انه الفن صار بيع وشراء؟ لا وكله فلوس. الكلام هذا كان سابق. ايوه. اما الحين كثرة الاعمال ويجب وصار لنا فرصة ان يعني نختار. انا ملاحظ انه كل شغلك صار ماديات وفلوس وكم تدفعون وكم كذا. ما تعتقد ان هذا يأثر عليك كاسم؟ لا ما يأثر علي، ما فيها شيء، كل شيء ياخذ وعطاء. انا لو بجي ألمك يا خالد الرفاعي واقول لك عندي مسرحية وبعطيك 2000 ريال، وبعدي بيومين يجيك واحد يقول عندي مسرحية وبعطيك 10000 ريال، تجي تشتغل معي ولا تشتغل مع ثاني؟ لا اشتغل معك لانك انت اللي كلمتني الاول. مو مسألة اول، انا اللي كلمك اول بيعطيك 2000. يعني ما يهمك اسمك؟ لا يهمني، ليش ما يهمني؟ لو يهمك ما تطلب المواضيع. لا يمكن لو شفت النص مثلا وقريته وعجبت فيه اي ممكن اشتغل معه مجاني بدون فلوس. يعني انت الان رجعت في كلام. يعني انت ما يهمك النص زين مو بزين، اهم شيء كم. الان بدل المشهد عندي تصوير، مع السلامة. بدل المشهد عندي تصوير، مع السلامة.